عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ احلى مسا على احلى متابعين. قبل ما نبدا اي حاجه نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده جايه لكم بوصفه حلوه قوي. هعمل لكم طبق ميكس انا مسمياه بالنسبه لي طبق السعاده. معايا نص كيلو من الكبده، معايا نص كيلو من الكلاوي، معايا التوابل، ملح، سكر، قرفه، بهارات فراخ، فلفل اسمر، كزبره، بصل باودر، توم باودر، بابريكا، بهارات كبده، كركم، رشه بسيطه من الكركم، نص واحده مرقه دجاج، ربع معلقه من الكمون، معايا معلقه حلوه هريسه شطه، معايا طماطمتين مبشورين، معايا نص معلقه توم، بصله مفصله مكعبات، فلفل حامي او رومي حسب الرغبه، معايا بقى دبس رمان، صويا صوص البابريكيو، الهوت صوص. خليكم معايا واوريكم الوصفه. هنبدا اول حاجه ان احنا نجيب الكلاوي نقطعها، نفتحها بالشكل ده كده. انا جايبه كلاوي فريش، هنقطعها حتت صغيره بالشكل ده كده. ما نرميش الدهون اللي في الكلاوي ديت، لان احنا مش هنحط دهون في الوصفه غير معلقتين من الزيت فقط. ونسيت اقول لكم برضو في الوصفه ان معايا ليمونه. الوصفه دي جميله جدا، اتمنى تعجب حضراتكم وتعملوها بنفس طريقتي. طريقه جديده وحلوه جدا في نفس الوقت. انا قلت لكم ان انا مسمياه بالنسبه لي طبق السعاده. كده انا خلصت تقطيع النص الكلاوي كله. قطعي حسب رغبتكم، بس لازم تقطعيها حتت صغيره كده. واروح جايباه في طبق زي ده كده عشان اغسلها طبعا. بالشكل ديت. واروح طبعا غسلها كويس قوي. انا بغسلها بسيبها كده اهو. بالنسبه لي انا بغسلها كده كويس قوي، واروح مصفياها. واحط كده فيها ميه شويه، واعصر عليها نص ليمونه. ما بكترش، لان انا بجيب الكلاوي والكبده ديت من حد موثوق منه قوي. دي شكل الكلاوي بعد ما غسلتها كويس قوي قوي. ودلوقتي لكن الكبده مش هغسلها، الكبده متقطعه شرايح اهوت. ليه انا هعمل حاجه واحده بس فيها، اسيبها كده في مصفى تتصفى خالص من الدم اللي فيها، لكن ما ينفعش اغسلها. الكبده لو غسلتها هتبقى زفره اكتر. انا هسيبها كده شويه لحد ما اشوف انا هعمل ايه. اما اعمل التتبيله بتاعتها يعني، فهسيبها تنزل كل الماده السائله اللي فيها، وكده كده هي متقطعه جاهزه. انا برص عليها كده عشان الدم كله ينزل منها، لان انا قلت لكم ان الكبده دي فريش. وهي دي الكلاوي ودي الكبده. يلا اوريكم هنعمل ايه. كل اللي انا هعمله على الكبده، هجيب نص الليمونه التاني هحطه كده على الكبده، لكن مش هنغسلها يا جماعه. انا بعرفكم الكبده لو اتغسلت هتبقى زفره جدا. انا ما بغسلهاش، انا بحط عليها نص ليمونه زي كده واحطها على طول في الطاسه او في الصينيه، لكن ما بغسلهاش نهائي. اسيبها كده اهوت بقى بالليمون بتاعها كده، واقلبها كده كلها في بعضها. اعملوها بطريقتي والله العظيم رهيبه وما فيهاش زفاره نهائي، وغلبت كبده الفلاح زي ما بيقولوا. اول حاجه كده احنا جبنا طاسه، حطينا فيها معلقتين من الزيت عشان قلت لكم مش هنكتر دهون، وحطيت البصلايه
يا دوبك تدبل ما تاخدش لون، واروح حاطه فيها فصين الثوم المهروسين بالشكل ده كده مع الفلفل. والفلفل ده قلت لكم حسب الرغبه، حامي او رومي. وافضل اقضيها مع بعض كده شويه، اخليها تتشوح شويه على النار مع التقليب المستمر. وافضل ايديا فيها عشان البصله ما تحرقش مع الثومه. هي كده حلوه قوي. هحط عليها معلقه هريسه الشطه، وافضل برضو اقلب مع الطماطمتين المبشورين او مقطعه مكعبين صغيرات. اقلب فيها شويه كده طبعا عشان خاطر الطماطم مع التوابل تاخد في بعضها. اروح حاطه كل جميع التوابل وافضل اقلب بقى في الخلطه دي شويه، وايدي فيها وافضل ايدي فيها كده شويه. لو حسيتوا ان هي ناشفه منكم هنحط معلقتين من الميه كده اهوت، واقلب وافضل كده ايديا فيها برضو مستمره. هي بقت دلوقتي جاهزه. بس هحط معلقتين من الهوت صوص، معلقه من الصويا صوص، معلقه كبيره من صوص الباربيكيو، ومعلقه من دبس الرمان. دول بيدوم طعم رهيب جدا، اكنك بتاكلي كبده من المحلات. هو ده سر المطاعم، جربوها بنفس الطريقه هتعجبكم قوي. وافضل اقلب فيها شويه ودلوقتي سبتها تغلي شويه زي ما حضراتكم شايفين كده. هحط اول حاجه الكلاوي قبل الكبده، واخليها تدي وتاخد في بعض شويه عشان الدهون دي تسيح معاها. والله العظيم ما قادره اوصف لكم من ريحه التتبيله دي حلوه ازاي. حضراتكم هتجربوها وتقولوا واستنى رايكم في التعليقات. وانا بشكر كل اللي بيدعمني وبيشكرني على الوجبات اللي انا بحطها. عايزه الكل يدعمني ويشجعني. متشكره قوي قوي على تشجيعكم ليا وتدعيمكم ليا. انتوا كلكم اخواتي وعلى راسي من فوق، وربنا يبارك لكم في اولادكم يا رب. بعد ما سبتها شويه يا حبايبي طلعت بالشكل ده كده. انا مش عايزه اديها السوا الكامل عشان هحط الكبده عليها. عقبال ما اخليها تغلي شويه كنت عملت سلقت شويه مكرونه، كيس مكرونه سلقته مع الصلصه اللي كنت عاملاها بتاعه الكشري الاسكندراني اللي انا كنت عاملاها قبلها بيوم. كان فاضل منها صلصه، رحت عامله معاها مكرونه مع الاكله ديت، مع طحينه بقى وسندوتشات تديها، مع رز ابيض وشويه سلطه برضو تديها. اي حاجه تمشي معاها، حاجه جميله جدا. ودلوقتي هنحط الكبده كده اهوت واسيبها بقى تدي في بعضها الكلاوي تستوي مع الكبده، واغطيها. هسيبها بقى كده شويه تاخد تدي في بعضها.
وجربوها بالطريقه بتاعتي والله ما هتندموا. طريقه جميله جدا جدا وكفايه ريحتها رهيبه، عايز تاكليها وهي نيه. وطريقه حلوه وجديده في نفس الوقت، الاولاد هيحبوها حلوه قوي عن الطريقه التقليديه. انا بقول لكم الصينيه دي بالنسبه لي صينيه السعاده. هسيبها بقى تنشف شويه وارجع لكم. وهي دي كده بعد ما خلصت طعمها يجنن والله من كتر حلاوتها. العيال لقطوها. ايه رايك يا يوسف؟ مية مية. ايه رايك يا ده؟ حلوة حلوة. طيب العيال عمالين يلقطوا فيها. وبالمكرونه عملت جنبها مكرونه بصلصه اهي، وجوه طحينه وشيبسي. ممكن انتوا تعملوا عليها رز ابيض وشويه سلطه برضو. وهعمل لكم سندوتشات برضو دلوقتي، سندوتشات يعني ممكن تاكلوها على المكرونه، ممكن تعملي عليها سندوتشات كده تبقى جميله جدا بالشكل ده كده. والله العظيم جربوها بنفس طريقتها، جميله جدا جدا في الطعم. انا سبتها لحد ما نشفت قوي. ممكن انتوا تسيبوها بالصوص وشويه طحينه كده عليها زي ما انتوا شايفين كده، وتاكلوا بقى طعمها يتجنن. وبكده يبقى وصفتنا النهارده خلصت. اتمنى تجربوها ومستنيه تعليقاتكم، تقولوا لي ايه رايكم فيها وعجبتكم ولا لا، ويا رب تعجب حضراتكم. شكرا قوي ليكم على احلى متابعين. اتمنى تكون وصفاتي بتنول اعجاب حضراتكم. ما تنسوش الاشتراك وتدعموني، ويا رب تكون وصفاتي تعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.